بالنسبة لطرق العلاج وازاي نخلص نفسنا من الامساك ده، لازم اركز على حاجات معينة. اهمها الالياف اللي هي الورقيات، نشرب مية كتير من 2 ل 3 لتر مية يوميا، على الاقل نعمل رياضة نص ساعة في اليوم، ما ناكلش قبل النوم ب3 ساعات على الاقل، يعني من الاخر ما تاكلش عندنا مادة مهمة اللي هي السربتول. السربتول الطبيعي بيضخ المية في الامعاء، بيلين عملية البراز، فبالتالي بيسهل الحمام. فين السوربيتول ده؟ القراصية والتفاح والعنب والكمثرى. عندك مشكلة في ظهرك، حاول انك انت تعالجها. لو عندك مشاكل شرخ او بواسير، روح لدكتور يفحصك. لازم حركة ورياضة كتير، على الاقل نص ساعة في اليوم. لازم على الاقل شرب من 2 ل 3 لتر ميه يوميا. ممنوع تاكل وتنام، على الاقل نام بعد 3 ساعات من الاكل. نمضغ الاكل كويس، لان عمليه الهضم بتبدا من هنا مش من هنا. الاكل كل ما ينزل المعده والجهاز الهضمي ممضوغ احسن، هيتهضم احسن، يتحرك احسن، بلين اكتر، بالتالي هيسهل علينا دخول الحمام. ايه الحاجات اللي نتجنبها علشان نقلل الامساك؟ الاكل الدسم، الاكل اللي فيه بقوليات كتير، فيه مقليات كتير، الاكل اللي فيه معجنات كتير، الشاي، القهوه، العيش الابيض والرز الابيض بصفه عامه، الالياف فيهم قليله، الميه فيهم قليله، هيزود الامساك. الثوم والبصل عند بعض الناس بيزود القولون العصبي اللي بيعمل امساك. حصل ليه؟ بعمل ايه غلط؟ باكل ايه غلط؟ مش الحل انك تاخد حبايه ملين مره في 2 في 3، بالعكس تبقى هي اكبر مشكله واكتر ضرر، وتبقى هي المشكله مش العلاج. الامساك بصوره طبيعيه وبصوره امنه. دمتم اصحاء.